في الدرس ده إن شاء الله هنتكلم على الDAX اللي هي الData Analysis Expression. الData Analysis Expression دي بتستخدم عمليات حسابية متقدمة شوية ومعقدة شوية. هي مش معقدة بمعنى الكلمة، ولكن هي بتستخدم عمليات اللي هو إيه، حاجة ممكن ما تكونش أصلا موجودة معانا في الداتا، وهي تجيب لنا حاجة جديدة. وهنشوف الكلام ده مع بعض. بمعنى يعني مثلًا إجمالي المبيعات هي مش موجودة في الداتا، ولكن لو أنت عملت sum أو عملت مجموع للمبيعات اللي عندك، هي هتجيب لك المبيعات دي بالضبط كام. الDAX اللي هي تستخدم لإجراء عمليات حسابية متقدمة وإنشاء تحليلات ذكية تساعدنا على فهم البيانات بشكل أعمق ودعم اتخاذ القرار في الأعمال. هي طبعًا بتعمل analysis أكتر للdata اللي معايا وتبين لي حاجات مش موجودة في الdata اللي معايا. طيب الDAX component بتتكون من حاجتين، من calculated column والmeasures. طيب هل هاستخدم calculated column بس أو measure بس؟ لأ، يعني مش يا ده يا ده، أنا ممكن أستخدم الاتنين أو ممكن أستخدم واحدة بس منهم. بس فهنشوف الفرق ما بينهم وهاقول لك إمتى تستخدمهم. أول حاجة الcalculated column دي يتم حسابها لكل صف داخل الجدول. يعني لو أنا معايا data مكونة من كذا صف، الcalculated column دي أنا هاعمل column جديد اللي هو عمود جديد، تمام، وكل صف داخل العمود ده بيكون ليه رقم خاص بيه. مثلًا أنا معايا column أو عمود بالسعر وعمود بالكمية، تمام، فأنا هاضرب السعر في الكمية، تمام، هتدّيني إيه، هتدّيني إجمالي السعر بتاع الproduct ده، تمام. طيب فأنا كل صف ليه سعر وليه كمية، ليه سعر وكمية، فبيتضرب الاتنين في بعض فبيدّيني إيه، النتيجة بتاعة الcolumn ده، تمام. فعشان كده أنا باحسب الcalculated column لإنها بيكون ليها نتيجة في كل صف. يبقى يتم حسابها لكل صف داخل الجدول، وهي تُخزّن في الذاكرة عمومًا. يعني بيكون ليها data إضافية، ده عيب ليها، يعني ده عيب ليها مش ميزة. إنك بتخزّن data إضافية في الإيه، في في الdata بتاعتك في الbar query بتاعك، فبتخزّنها في الجداول معاك. وتستخدم في التصنيف والتقسيم والفلاتر الثابتة. أنا ممكن أعمل فلتر جوّه وممكن أعمل تقسيمات وتصنيفات. ده الكلام ده إن شاء الله هنشوفه في إيه، في لمّا نيجي نعمل الdashboard إن شاء الله مع بعض، تمام. المثال اللي أنا ذكرت المثال اللي هو إجمالي السعر بيساوي السعر في الكمية لكل صف. ده بالنسبة للcalculated column. بالنسبة للmeasures وهنشوف الكلام ده إن شاء الله عملي يعني مع بعض. بالنسبة للmeasures يتم حسابها وقت العرض فقط. بمعنى إيه؟ دلوقتي هي ما مش بتكون في الback end في الإيه، في الpower query لأ، هي أنا باعمل measure، تمام، والmeasure دي بيتم حسابها ويدّيني المجموع النهائي بتاعها فين، في وقت العرض اللي هو في الdashboard نفسه، تمام. لا تُخزّن في الجدول، يعني ما بتتخزّنش في الquery جوّه، تمام. تتأثّر بالفلاتر والتقسيمات عادي ما فيش مشكلة، تمام، وتستخدم في الإجماليات. يعني أنا مثلًا لو عايز أشوف إجمالي المبيعات كلّها، تمام، فباعمل sum لإجمالي المبيعات للcolumn بتاع المبيعات مثلًا وإيه، وبيدّيني المجموع. فمش من الطبيعي إنّي أعمل إجمالي وأحطّه في الcolumn فهيدّيني الcolumn ده مكوّن من صفوف، تمام. مش هينفع أحُط الإجمالي في الصف الأول وإجمالي في الصف التاني، إجمالي الصف التالت وهكذا، هتلاقيه بيعيد لي القيمة. فدي مش logical. فالlogical إنّي باستخدم الmeasures هنا. خلّينا نشوف الكلام هنا بشكل عملي. فباجي هنا عند الtable view وممكن أعمل هنا عند الcells وأدوس كليك يمين وأعمل new column. أضيف column جديد، تمام. الcolumn الجديد ده هنا أهو، المفروض باكتب المعادلة هنا، أو باجي هنا وأدوس new column، تمام، وباكتب برضه المعادلة هنا، أو
الحاجة التالتة باجي هنا واعمل نيو كولوم. طيب الكولوم الجديد انا بقى هكتب فيه ايه؟ انا يعني اسرع حاجة وبتيجي هنا وتعمل ايه؟ نيو كولوم، او من هنا بصراحة انا بستخدم دي اكتر، اللي هي هنا نيو كولوم. وايه وبتعمل مثلا تقول له آه السيلز كونديشن، وتعمل له ايه يساوي، تقول له اف لو كان هنا في لوجيكال تيست. اللوجيكال تيست ده الشرط اللي انت هتحطه، تمام. والريزلت اف ترو، لو كانت الحاجه اللي انت حاططها صحيحه هيكون ايه، ولو كان الريزلت اف فولس، لو كان حاجه غلط هيكون ايه. طيب فاللوجيكال تيست اللي احنا هنحطه، خلي بالك المعادلات بتاعته زي الاكسل او شبيهه جدا بالاكسل. فاللوجيكال تيست بتاعي هقول له اوردر. هو انا كتبت اوردر وهو جاب لي كل الحاجات اللي فيها ايه الاوردر، الاو ار دي. فانا اوردر كوانتيتي بدوس عليها كده، لو كانت اكبر لو كانت اكبر من الواحد، ايه الريزلت؟ اعمل كوما كده، الكوما اللي هو حرف الواو، وتدوس وتقول ايه لو كان الاوردر كوانتيتي اكبر من واحد قول لي دي مالتيبل ايتم، مالتيبل ايتمز، واعملها ما بين كوتيشن. اه تمام. ليه ما بين كوتيشن اللي هو شيفت طه؟ عشان انا كاتب تكست، فهو عشان يقرا ان ده تكست فبتعملها ما بين اتنين كوتيشن، وبتعمل حرف الواو. ولو كانت اقل من واحد يبقى ايه single items. تمام وتقفل. وتقفل القوس وتدوس علامة الصح. خلي بالك هنا الاسم هنا كان كولوم اتغير بقى سيلز كونديشن، وهنا سنجل هنا وندوس صح. هي سنجل ايتم او مالتيبل ايتمز. طيب خلينا ننزل تحت كده شوية. اي حاجة فيها اتنين قال لي دي مالتيبل ايتمز، تمام. اي حاجة فيها واحد يبقى دي سنجل ايتمز. فاحنا عملنا الايه الحسب بطريقة باستخدام الداكس. طيب انا لو عايز اقول له احسب لي مثلا هنا في ايه اوردر كوانتيتي، اقول له الصم التوتال بتاع الاوردر كوانتيتي، عايز الصم. لو انا هعمل صم للاوردر كوانتيتي هعملها بالميجر كده، الكولوم ميجر، ولا ايه بالظبط؟ ما تيجي نشوف، تيجي نعملها بكولوم ميجر هتكون ايه النتيجة. يبقى هنا توتال توتال
orders quantity هيساوي sum، هقول له sum مجموع الاوردر quantity. تمام، واقفل القوس shift 0 وادوس صح. شايف عمل لي ايه؟ عمل لي حسب التوتال، جاب ده زائد ده زائد ده زائد ده وحسبهم لي كلهم، عدهم لي كلهم هنا. هل ده صح؟ لا طبعا مش صح. ليه؟ لان زي ما قلنا ان الداكس بتقسم حاجتين، اللي هو الميجرز والكولومز، صح؟ المفروض دي تستخدم كميجرز. ليه؟ لانها ليها رقم واحد بس، انما الكولوم بيكون لكل صف آه حاجة خاصة بيه. يعني هنا سنجل ايتم سنجل ايتم، لو نزلت تحت ولقيت هنا مثلا اتنين هتلاقي ايه مالتيبل ايتمز. ف اظن كده عرفنا الفرق ما بين الكولوم وبين الميجرز. هنكمل برضو الداكس الحلقة اللي جاية ان شاء الله.